السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتي، قناة مطبخ نسمة القاضي. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل مع بعض وصفة سهلة وبسيطة. في ناس كتير بتحبها وفي ناس كتير برضو ما بتحبهاش، بس لازم نراضي جميع الأطراف ونعمل برضو اللي كل الناس بتحتاجه. هنعمل مع بعض زي ما انتوا شايفين كده طريقة الفسيخ، طريقة سهلة وبسيطة وبكل سهولة هتجيبيه وتعمليه. اول حاجة هنجيب السمك البوري زي ما انت شايفة كده، صابح وطازة. اهم شيء يعني زي ما انت شايفة كده بتلمع خالص وبتبرق اهي، وراسه بتبقى مبططة زي ما انت شايفة. كلنا خلاص عرفنا ايه طريقة شراء الفسيخ، اسفل السمك البوري بتاع الفسيخ. هنغسله مع بعض كده زي ما انتوا شايفين. اهم شيء تغسليه كويس وصباعك يتحط في الخياشيم بتاعته كده زي ما انت شايفة. بص بيطلع يعني حاجات بقى من المزرعة، بيبقى طين ودم في الخياشيم. تنضفيها كويس قوي عشان ما تبقاش ريحته وحشة معاكي. بصي بيطلع حاجات وحشة من الخياشيم بتاعت السمكة، وتغسليها كويس كويس قوي عشان خاطر ما تبقاش فيها اي ريحة وحشة. هتمسكي السمكة تغسليها زي ما انت شايفة كده وتخبطي براسها على حرف الحلة بتاعتك بتاعت الحوض عشان لو اي حاجة فيها بتنزل معاكي. صدري الحنفية زي ما انت شايفة كده. الحنفية لما بتصدر في الخياشيم ما بتخليش اي حاجة، بتنضف كل حاجة. بص انا بوريكم احنا بنغسل كويس عشان الحاجات اللي طالعة من المزرعة في قلب السمك. اهم شيء في الفسيخ غسيله كويس، تغسيله كويس هتاكلي حاجة كويسة ونضيفة وكويسة معاكي. هتعتمد طريقة تحضير الفسيخ على غسيله ونظافته، وبعد كده خلاص بقى الموضوع منتهي معاكي. هتاكلي حاجة نظيفة وعاملاها ببيتك وضامنة نظافتها. بص احنا هنا بقى خلة، اي حاجة. انا عاملة السيخ العادية اللي احنا بنشوي بيها زي ما انت شايفة كده، موقفة بيها السمكة وحطاه في جردل عشان اعرف احكمه من اي طيرة من اي حاجة. وهربط بحاجة قديمة كده اغطي عليه واربطها عشان خاطر ما يطلوش اي طيرة، اي حشرة. لو اي حشرة وقفت عليه خلاص كده هيبوظ معاك الفسيخ. هنا بقى بعد 24 ساعة هنسيب السمك زي ما انت شايفة كده 24 ساعة، مش هيجراله اي حاجة. الجو ساقعة، بص نشف معاكي كده. بص زي ما انت شايفة كده 24 ساعة ما تخافيش عليه. الجو ساقعة حتى لو صيف شغال عليه المروحة مش هيجراله اي حاجة ولا ليه ريحة ولا اي حاجة. هنا اهو بص هنشف برضو الخياشيم بتاعته، اي دم فيها اي مية بالمناديل كده زي ما انت شايفة، ما تخليش اي حاجة فيها خالص، جففيه كويس. هنا بقى بعد ما هتنشفي المناديل ممكن تمسكي السمكية تعمليها مساج، تبقى ناشفة معاكي تعملي لها مساج كده خالص عشان تبقى طرية معاكي. وممكن تخليليها عادي. الرك على طريقة تنظيف السمكة وتخليلها هي اللي هيخلي السمكة معاكي كويسة ولحمها زي الزبدة معاكي. هنا احنا نشفنا الخياشيم خالص زي ما انت شايفة بالمناديل كلها، ما خليتش اي مية فيها خالص، رغم ان احنا سيبناه 24 ساعة برضه. بس اي دم اي مية ننشفها. هنا انا معايا الملح الخشن، انا بحب اخلي الفسيخ بالملح الخشن اللي شايفينه ده، وشطة وكركم. الملح الخشن مميزاته حلوة ليه، السمكة بتاخد الحدق بتاعها وبقيته بيفضل صحيح زي ما انت يعني بيبقى صحيح في السمكة زي ما هو انت شايفاه كده، بيفضل صحيح. هي بتاخد كمية الملوحة بتاعتها وبقيتها بتفضل موجودة. هنا بقى انا بحب احط له ورق لورا وحبهان، بتخفي من الريحة بتاعته الجزعة دي شوية. مش هنكذب على بعض، الفسيخ ليه ريحة شديدة، بس ورق اللورا والحبهان بيخف الريحة عنه شوية. يعني حدية الريحة بتبقى محدودة شوية عن لما تخلليه بملح بس. وانا بحط شطة وكركم بحيث السمكة ما تبقاش بيضة مكلحة كده، تبقى لونها واخدة لون معاكي بس مش اكتر. انما هو اصلا الفسيخ بتخلل بملح فقط لا غير. بس احنا بقى بنحط كده حاجات عشان خاطر ايه، تخلي شكل السمكة بعد ما تخلي شكلها حلو معاكي، ما تبقاش بيضة مكلحة، تبقى لونها ملون معاكي. ومن ناحية الحبهان ورق اللورو يبقى ايه، يخف من الريحة بتاعته شوية. هنا هنملى الخياشيم بتاعته كويس زي ما انت شايفة كده، والبق بتاعه هنملاه يعني ما تخافيش املي. هنا مليت البق بتاع السمكة والخياشيم بتاعها كويس، وهتك عليها كده عشان ما تقعش منها.
هنعمل بقى بقية الكمية كلها زي ما انت شايفة كده. بصي كل كمية هحطها برضو، والخياشيم بيتحط فيها التكسير من الورق اللورو، والحبهان بيخش فيها برضو عادي، ما بيجرالوش اي حاجة زي ما انت شايفة كده. هنحشي بقى الكمية كلها، ونحط بقى ايه واحدة عكس التانية. هما العدد مش كتير، هنجيب كيس واحط فيه كمية الشطة والملح والبهارات اللي احنا حطيناها في قلب الكيس من تحت، وهنرص بقى السمكة خلف خلاف. بص الكيس السمك كان يعني حجمه كبير، حطي بقى في اكياس زي ما انت عايزة. بس اهم شيء بصي هتحطي واحدة خلف التانية، راس وديل راس وديل، يعني واحدة عكس واحدة. هما 5 سمكات، حطيت التلاتة عكس الاتنين. وهنحط بقية الملح معانا بالورق اللورو بالحبهان زي ما انت شايفة كده عليه، ونحط بين بعضه. هنربط بقى، اهم شيء تحطي بقى في اكياس، هم عددهم مش كتير، حطي بقى في اكياس كتير بقى، يعني لمي اكياس بيتك كلها وحطي فيها. كل ما هيكون مقفلاه كويس ومحبكاه كويس، والهواء ما يخش ما يطلوش ولا يخش له، كل ما يدي النتيجة معاكي احسن وافضل. هنا بقى انا بص بطلع الهواء، بمسك حرف الكيس واطلع الهواء خالص من الكيس، وهمسكه بقى اربطه. هربطه بقى كويس واحبكه كويس، واحطه بقى في كيس تاني. هفضل احط كده، حطيته في 6 اكياس زي كده. انا حطيت في 6 اكياس، من كيس لكيس لكيس، عشان خاطر الهواء ما يطلعلوش او اي ديل سمكة او حاجة يقطع الاكياس، نبقى ضامنين ان احنا حاطين في كذا كيس معانا، ما يبقاش مقطوع معانا، او نضمن ايه يعني سلامته. بعد ما لفيته بقى في 6 اكياس زي ما انتوا شايفين كده، بلاستيك راب، وهقفله برضو. يعني بصي انا على قد ما بقدر بحبكه جامد، واعمله بالبلاستيك زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما هعمله بالبلاستيك هعمله ببلاستر برضو. طريقة مضمونة وجميلة، وبتطلع النتيجة حلوة ومرضية، وبيبقى وردي وجميل. قفلت ببلاستر اهو زي ما انتوا شايفين. طبعا حجم السمكة كبيرة، ما فيش ولا علبة ولا جردة اللي اتحطت فيه. حطيته في شنطتين كمان بعد، رغم ان انا حطيته في اكياس كتير زي ما انتوا شايفين. 6 اكياس وبلاستيك راب وبلاستر، وبعدين حطيته في كيسين زي ما انتوا شايفين كده. وجيت احطهم في العلبة مش جايين، حطهم في الجردل مش جايين، رحت حطهم على صينية، وحطيتهم في كرتونة، وحطيتهم فوق ضرفة المطبخ من فوق. الفسيخ عايز ضلمة ودفى في نفس الوقت، بحيث اما تحطيه فوق ضرفة المطبخ هياخد حرارة المطبخ معاكي. لما بتولعي البوتاجاز الحرارة بتبقى المطبخ دافي، هياخد حرارة معاكي، ويطلع نتيجته جميلة. وفي 10 ايام هتفتحي عليه هيبقى زي الزبدة معاكي، في الساعة اللي احنا فيها ديت، لان انت حاطاه فوق المطبخ. المطبخ واخد دفى جامد في يعني ادفى مكان في البيت عندك هو المطبخ. وطريقته سهلة وبسيطة، اتمنى تعجبكم. اللي اول مرة يشوف قناتي يشترك في القناة وفعلي زر الجرس عشان يوصله مني كل جديد. اسيبكم في رعاية الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.